المدعوة كارولين المقيمة في أوروبا والنشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجدت نفسها في قلب قضية قضائية بعدما أصبحت مطلوبة من طرف العدالة الجزائرية. التهم الموجهة إليها تتعلق بالإساءة للدولة الجزائرية والتدخل بجهل في قضايا كانت لا تزال قيد التحقيق، وهو ما اعتبر مساسا بسمعة الجزائر أمام الرأي العام، خاصة وأن كارولين يتابعها الآلاف من مختلف الدول المغاربية إضافة إلى الجاليات المقيمة في أوروبا. كارولين لم تخفي صدمتها من هذه التهمة رغم توقعها ما هو أسوأ بسبب كثرة أعدائها كما تصفهم، لكنها سارعت للإعلان عبر بث مباشر أنها كلفت محاميا للدفاع عنها والطعن في التهم، مؤكدة أنها لم تكن تدرك خطورة ما نشرته، وأضافت بأنها لا تتخيل أن تحرم من دخول وطنها الأم الجزائر، بلدها الأصلي الذي لا مفر لها من زيارته يوما ما، معتبرة أن ما صدر عنها كان نتيجة دفاع وربما غباء في تقدير الأمور على حد وصفها. متابعون رأوا أن ما حصل لكارولين هو نتيجة طبيعية للتجاوزات التي يقوم بها بعض الناشطين على المنصات الرقمية حين يتناولون مواضيع حساسة دون علم أو مسؤولية، فيما يرى آخرون أن القضية ربما تطوى بعفو أو تسوية إذا ما قدمت اعتذارا علنيا صريحا. القضية لا تزال مفتوحة، والكرة الآن في ملعب العدالة الجزائرية التي سيكون قرارها الفيصل في تحديد مستقبل كارولين وعلاقتها مع وطنها الأم.